السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض بسلة باللحمة، وهنعمل شوية رز بشعرية. الصلصة دي انا عاملاها في التلاجة، شايلاها في التلاجة مجهزاها، يعني قالية بصلة وتومية وحطيت عليها الطماطم السبكت، شلتها في حلة في التلاجة. كل ما اجي اطبخ اكلة اطلع شوية كده في الحلة واقوم حاطة عليهم الخضار اللي انا جايباه. ماشي. دلوقتي اهو اللحمه اهي انا غسلتها وحطيتها اهي تتسلق. وعملت الرز اهو، حطيت معلقتين سمنه اتقدحوا، حطيت شويه الشعريه اتحمروا، حطيت الرز وحطيت شوربته ماجي وملح. ماشي حبايبي. دي الصلصه اهي، وده كيس بسله انا مطلعاه من الفريزر، يعني كل حاجه انا مجهزاها في الفريزر. هحطها هنا دلوقتي. خلاص هي القوطه دي متسبكه، انا مش هسبكها، انا هحط فيها البسله دلوقتي وازودها شوربه واسيبها تستوي ان شاء الله. فاصل ونواصل. اهي يا حبايبي هنسيبها بقى تفك كده في الصلصه، هنزودها بقى شويه شوربه عشان تستوي بقى. دي احنا مفرزينها مع بعض وشايلاها في التلاجة. هعمل القوطه دي مره بعد كده وهوريها لكم، عشان انا ما وريتكوش القوطه دي انا بعملها ازاي. بقلي كأني بقلي طبيخ، بس بقلي بصل كتير، توم كتير، عشان بحط عليها صلصة كتير، طماطم كتير. واعمل الطماطم في الخلاط واقوم حطها عليها تتسبك، اقوم شايلاها بحلتها، بس لازم تكون حلة يا تيفال يا صاج، ما تشيليهاش في حلة ألمونيوم. دلوقتي اللحمة اهي غليت اهي، هاخد منها بقى شوية شوربة للطبيخ ده وهرجع لكم ان شاء الله. انا جبت شويه قوطه تانية اهو يا حبايبي، عشان الصلصه اللي انا عاملاها في التلاجة قربت تخلص. جبت شويه طماطم تانية اهو. الحمد لله ربنا ميسر، والطماطم رخيصه شويه في السوق، يعني ب7.5 8. المستويه ب3.5 ب5. دي انا جايباها ب5 جنيه. حمرا زي الدم اهي وجميله، صغننه يعني. بصوا القطيه قد ايه صغننه، بس نضيفه وسليمه. انا اجيبها صغيره كده ونضيفه وسليمه، انا ما اجيبهاش كبيره ومفعصه. ان شاء الله باذن الله انا غسلتها اهو بنضف فيها. اما اجي اعملها ان شاء الله، انا مش هعملها دلوقتي، انا خلاص جهزتها كده، هشيلها بقى في التلاجة لما اجي اعملها، يعني ممكن اعملها معاكم بالليل. انا دلوقتي بالنهار اخلص بس اكلي ومواعيني وحاجتي، وبعدين بالليل في الرواقه كده نعملها سوا ان شاء الله، عشان لسه هخرط بصل وتوم، شغلانه يعني. هشيلها بقى في التلاجة. بصوا حبايبي الاكل اهو، ده الرز، بتنجان، اللحمه اهي، البسله اهي يا حبايبي اهي. لو عجبكم الاكل ده ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. سلام عليكم حبايبي.